قالت لا، أنا اللي بدي أشرف على الجنوب السوري خصوصا السويداء طبعا بالتعاون مع إسرائيل. ليش؟ إيران مستقبلا بده يدخل لشرق الفرات ومن شرق الفرات إلى الموانئ الإسرائيلية. المسائل اللي طرحها في حملته الانتخابية هي الانسحاب من العراق وقتها تقريبا في شهر 11. أوباما أعلن انسحابه، يزعلوا الأتراك بشكل كبير ويبعدوها كتير كتير وتروح على الروس. فالأتراك كانوا مستفيدين من هذا الموضوع. لا تفرض ضرائب على السفن الداخلة والخارجة منه، وممنوع، لكن يضمن السيادة التركية. فإغلاقه يعني خنق روسيا في حال حصول أي خلاف. بالحرب الأوكرانية اللي موجودة بالنسبة على قصد، والانتهاكات اللي سوتها قصد. تمام، انه هاي ميليشيات ارهابيه والقتل اللي قاعد يصير. البيت انحرق البارحه، اذا واحد كفو يقدر يصوره ويشوف شلون حرق البيت، والبيوت انهدم من سنه. اللي يقدر هذا يصورني ويجيب اطفال يحطهم قدام البيوت يبكون، يعني يسوي افلام، يسوي عليهم افلام نلعب. كل واحد حنك وفهمان. تمام، اللي يقدر يشتغل الشغل هذا يسوي هذا الشغل المطلوب منه مشان نشوف الدوله. تعال يا الدوله شوف شلون الانتهاكات قاعده تصير معانا. احنا ايش قاعد يصير معنا من قبل ميليشيات قصد، قاعد انتهاكات بحق اهلنا. اذا احنا اليوم بالدوله وما قدرنا ندافع عن اهلنا، عليش احنا موجودين؟ وقصد ميليشيات ارهابيه. بقيه اتمنى الصوت يصل لكل الاعلانيين الشرفاء اللي يقدرون يوصلون هذا النبرات، الصوت الناس المستضعفين والمساكين. تمام، اي شيء هو تمثيل شلون مستضعفين ومساكين. عنده مكسوره رجله وقاعد عنده اهله وماله شغل، قصد واحد مش كسرت رجله وقاعد عند اهله برصاصها الطايش. اذا واحد جايته طلع غطاشه قلت هاي قصد. اذا بقره مشتوله بالشارع قلت هاي قصد. هي ما يفهموا غير بالبقر، لانه بقر شعب بقر. روجوا بهروها شوي، ما عليش، ما احنا احسن من الاغليات. الاغليات ما ادري، الاغليات احسن منا، مو احسن من الاغليات. قاعد يبهرون وقاعد يسوون وشغل مو صحيح. بس تروح تقوسه يعرف ايده ويقوم يابا ويقوم يبكي وتعالي. وسوريا فيها الكثير من المشاكل لسنا مجبرين على حلها. لا مانك مجبور. الكثير من المشاكل مانك مجبور وما لازم تحلها. انت رئيس لك قندرة. الدولة حريصة أن لا يكون هذا المشهد، وهذا المشهد احنا صبرنا عليه 7 أشهر، ونعلم حجم التداخلات الموجودة أو النزاعات الموجودة عمرها 150 سنة ما بين البدو والدروز في المنطقة هنا. سوريا فيها مشاكل كثير مو مجبورين نحلها. فيها الكثير من المشاكل لسنا مجبرين على حلها. قسمها وخلص. فيها الكثير من المشاكل لسنا مجبرين على حلها حلول جذرية. نعم، حلول جذرية ما أنا مجبورين نحلها وكذا، قسمها وخلصنا. الخلاف، لكن نديره ضمن توازن معين، لكن أن ندخل في عملية يعني مو مجبور هو يحل المشاكل وكذا، بس بده يدخل بتوازن معين مع المشاكل اللي موجودة. يعني على حلها حلول جذرية. ممكن أن ندير الخلاف، لكن أن نديره ضمن توازن معين، لكن أن ندخل في عملية حل هذا الخلاف، لكن أن ندخل ما راح يدخل بالهاي جماعة العشاير. هذا شرع، كل واحد يجي يشوكه بإيده. ندخل في عملية حل هذا الخلاف، ففي مشاكل مستعصية يعني شو عمرها 150 سنة، فنحن ملزمين في حلها بشكل كامل. لا يعني ندير هذا الخلاف، ندير الخلافات. يدير الخلافات بس ما يحل شيء. يدير الخلافات بس ما يحل شيء. ما له علاقة هو بالقضية الكردية، وما له علاقة بالسويداء، وما له علاقة بأي مكان. والزلمة ما يقدر، يعني خلافات صار له 150 سنة، بس بده يدير الخلافات بينه. يعني حاجوز يا شباب ارجعوا لورا يا شباب، لا المهم يبقى رئيس. فكان الدولة حريصة أن لا يكون هذا المشهد، وهذا المشهد احنا صبرنا عليه 7 أشهر، ونعلم حجم التداخلات الموجودة أو النزاعات الموجودة عمرها 150 سنة ما بين البدو والدروز. نعم. في المنطقة هنا. وسوريا فيها الكثير من المشاكل لسنا مجبرين على حلها. أبدا. سوريا فيها الكثير من المشاكل لسنا مجبرين على حلها حلول جذرية. ممكن أن ندير الخلاف، لكن نديره ضمن توازن معين، لكن أن ندخل في عملية حل هذا الخلاف، ففي مشاكل مستعصية يعني شو عمرها 150 سنة. صح. القضية الكردية عمرها 150 سنة. صحيح. يعني ندير هذا الخلاف، نمنع. انت قوي. وجماعة ثقوا بالرئيس أحمد الشرع، وهو اللي راح
مستني قسد. وعندما قسد ما تستجيب للمطالب الدولية للولايات المتحدة الأمريكية اللي تدعم أحمد الشرع، سيضطرون وقتها لعملية عسكرية ضد قسد. وأحمد الشرع يعني هو اللي استخدم حكمة كبيرة. أجل المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي سيباستيان غورا خلال ندوة لمركز السلام والأمن في الشرق الأوسط تابع لمعهد هاتسون أبرز ما جاء في تصريحاته. طبعا هو نمر مختصر، الشباب نزلوه بصفحتنا كمان لأبرز ما جاء من كلمته. المدير الأول لمكافحة الإرهاب قال: الأكراد الذين أحبهم بشدة والذين قاتلوا مع واشنطن ل20 عاما يسعون للحفاظ على شكل من الانفصال عن دمشق، وكذلك الدروز نتيجة مرور ما مروا به، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى حرب أهلية جديدة. صح. وصف غوركا قطع طريق إمداد إيران عبر سوريا بأنه أعظم إنجاز حققته إسرائيل للعالم خلال العقد الأخير. كشف أن الرئيس السابق ترامب قدم للجولاني عرض العمر لبناء سوريا بضغط من السعودية وتركيا وقطر. شدد على أن هذه الفرصة الأخيرة أمام جميع الأطراف لجعل سوريا دولة فعالة، متوقعا تعاونا مباشرا بين فريقه المبعوث باراك لمساعدة السوريين بجميع مكوناتهم. أكد على ضرورة تمثيل شامل لجميع المكونات الطائفية في دمشق. أوضح أن سياسة واشنطن اليوم تعود إلى حقبة كيسنجر. طبعا بحلقة ثانية راح أشرح لكم ما هو مشروع كيسنجر، حيث يجمع وزير الخارجية أيضا مهام مستشار الأمن القومي، والهدف الأساسي للرئيس الحالي روبيو منع وقوع أي مجزرة جديدة في سوريا. منع وقوع أي مجزرة جديدة في سوريا، سواء كان في السويداء أو اللاذقية أو بحق مكون آخر، وخاصة الكرد. شدد غوركا: لن نبني دولا، الدولة الوحيدة التي نهتم ببنائها هي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني ما لنا علاقة إذا تقسمت سوريا وما بنبني دول نحن، وهذا كلام براغماتي سياسي بحت، إنه إحنا ما بنبني دول غير نبني الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا تقسمت سوريا ومعنى هذا إنه ما بنحمي الدول أيضا من التقسيم، ما بنحمي الدول أيضا من التقسيم. أضاف: يجب أن تكون سوريا دولة موحدة تحترم التنوع الطائفي وتضمن أن مكوناتها غير مهددة وقادرة على الدفاع عن نفسها. يعني المكونات هي نفسها قادرة عن الدفاع عن نفسها بدعم من دمشق. أما أعطاء دور لكل من تركيا والسعودية وقطر في العملية. اختتم بالتأكيد أن حل مشاكل سوريا لن يكون عبر الأوامر، بل عبر التوافق بين القوى الإقليمية، وخاصة إيجاد صيغة تعايش بين إسرائيل وتركيا حول شكل سوريا المقبل، مع بناء حكومة ناشئة قادرة على مكافحة الإرهاب ومنع المجازر التالية. راح تشوفوها نهائيا. هذا كله كلام عادي جدا وإعلامي. سياسات الولايات المتحدة الأمريكية تدار من الأعماق، لا تدار من الظهر، مشان تعرفوها هاي. وهذا كلام طبيعي. كل دول العالم تحرص على وحدة أراضي الدولة الفلانية والفلانية والكذا، وتقدمها وأمنها وازدهارها. هذا الكلام اللي يقولوه كل السياسيين. هو مخطط الشرق الأوسط الجديد. نعم. طيب هلا بدنا نتحدث عن زيارة الشبشباني إلى باريس ولقائه بوزير الأمن القومي الإسرائيلي. شو اللي بيدور بالكواليس؟ هي العملية بسيطة بكل وضوح. شفنا إحنا قبل الاجتماع هذا اجتمع المبعوث الأمريكي باراك مع الشيخ طريف، وبعدين طاروا على باريس للقاء الشبشباني. الموضوع كلياته تطبيق الاتفاقات أو الأوامر الإسرائيلية لحكومة الشبشباني وما نفذها. يعني سحب البدو والعشائر اللي موجودة بأطراف السويداء ودرعا بشكل كامل. طبعا البدو هم عبارة عن بدو رحل، يعني كانوا بالخيام قبل فترة. لأنه اسم البدو، شو هم البدو؟ البدو اللي الناس اللي بتعيش بالخيام وتجي وبتنقل من مكان لمكان بحسب المراعي وهاي.
هذول إسرائيل بدهم ترجعهم للخيام مرة ثانية، إنهم متنقلين من مكان لمكان، لأنه أساسا هم بدو، يعني بدو رحلوا واجوا على المنطقة هاي، وهي حقيقة يعني مشان ما حدا يزعل، والبدو ما بيزعلوا من هاي الشغلة طبعا، لأنه بالأساس هم إيش؟ هم بدو رحل وأصحاب الخيام اللي بيربوا غنم وكذا وبيروحوا على المراعي، وهي حقيقة. الشيء الثاني فتح المعبر الإنساني، فتح المعبر الإنساني. طبعا بعد العملية هاي راح يتم فتح المعبر مع شرق الفرات، أيضا راح يتم فتح المعبر مع شرق الفرات. طبعا إسرائيل بضمانات دولية ما ضربت، ولا كانت بدها تضرب بالأيام اللي فاتت، لأنه ما تقيد حكومة أبو محمد الجولاني بالتعليمات الإسرائيلية اللي كانوا في باكو واجتماعهم في أذربيجان. فهلا الاجتماع هذا تبع باريس هو اجتماع الإنذار الأخير مشان تعرفوا. فطبعا مثل ما قلنا لكم ضمن الاتفاق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي بتسيطر على محافظة السويداء وريف درعا حتى، وهنا تحتاج إلى قوات طبعا راح تكون معها قوات سوريا الديمقراطية. نعم، قسم من قوات سوريا الديمقراطية راح تقوم بتدريب إخواننا الدروز، واليوم كمان تم تبديل بعض القادة الموجودين في السويداء، وخصوصا لمسؤول الأمن الداخلي في السويداء لإنشاء جهاز جديد، لإنشاء جهاز جديد وفك العزلة عن السويداء. وهذا راح يطبقوا أحمد الشرع وغصبا عنه مشان تعرفوا بالله، لأنه مع إسرائيل غصبا عنه. هنا أنا كل ما أتحدث به لا يعبر بالضرورة عن رأيي الشخصي، لكن هي الفلسفة السياسية التي أستطيع استنباطها من الأحداث اللي بتحصل فأطرحها للجمهور. هذا مو أنا اللي بتمناه أو أريده أو أرغب فيه. وهنا المشكلة اللي أعاني منها إنه كتير من الناس دائما بتنتقدني وأنت خاين أنت كذا. أنا ماني خاين، أنا ماني عندي جيش، وما رحت وقعت اتفاقيات مع إسرائيل وما فاوضتهم ولا رفعت علم إسرائيل ولا سويت أي شيء. أنا عبارة عن أمتلك فلسفة سياسية أتحدث بها وأعطي نظرة مستقبلية. إن عجبتك فمشكلتك، وإن ما عجبتك كمان مشكلتك، عشان تعرف هذا الموضوع. فهذا ليس بالضرورة ما أتمناه أنا، لا، أنا أتمنى أكبر من هيك بكتير حقيقة أتمنى أكثر من هيك بكتير، لكن هذا هو الموجود واللي بيحصل ما بين الدول. سيضطر أحمد الشرع بالانسحاب من درعا، وهنا إسرائيل قريبة جدا من الحدود الأردنية، وستغلق الحدود مثل ما قلنا لكم بشكل نهائي لحتى ما يكون في معابر من تركيا باتجاه الخليج بشكل نهائي. هذا ما بدها إياه إسرائيل. طبعا احنا شفنا بالأيام القليلة اللي فاتت منظمات للمستوطنين دخلت إلى الأراضي السورية وحطت فيها حجر أساس لبناء مستوطنات في المستقبل، خصوصا في منطقة القنيطرة هاي. وقام الجيش الإسرائيلي بإرجاع هؤلاء المستوطنين. طبعا هذول رجال دين يهود يؤمنون بإسرائيل الكبرى، وهم اللي بيخططوا السياسة الإسرائيلية العميقة جدا، وعندهم داعم مالي أستطيع أن أقول لكم يا مفتوح من المنظمات اليهودية على مستوى العالم كلياته ورجال الأعمال اليهود. وأنتم تعرفوا رجال الأعمال اليهود مسيطرين على اقتصاد العالم كلياته تقريبا. طبعا أحمد الشرع من يومين طلع وقال بكل وضوح أنه عمر المشكلة الدرزية 150 عام ولا أستطيع على حلها، وهذا يعطي تبرير واضح وتمهيد للشارع السوري أنه أنا السويداء ودرعا وقنيطرة ما بقدر أسوي شيء، وهاي موضوعها انتهى. شو بيقرر أهل السويداء وجماعة الشيخ الهجري راح يصير، وكلامه كان واضح حطيت لكم إياه من شوي. فأحمد الشرع يمهد للشارع السوري وأنصاره اللي موجودين ولتركيا ولكل الناس اللي بتطلب منه أكثر من طاقته إنه ما بقدر أسوي شيء، وفعلا ما بيقدر يسوي شيء نهائيا. فلذلك قال لك مشكلة
الدرزية هي 150 عام. هو يلمح للمسائل التاريخية لما كان بالأساس هناك مشروع لإقامة دولة درزية ما بين سوريا ولبنان، ما بين البقاع والسويداء، ويربط المنطقة هاي كلياتها قديم. وكان هذا مش مشروع قديم، لكن الأخوة الدروز وقتها رفضوا هذا لأنه كان مفهوم القومية لساته جديد، وما كان المفاهيم الدينية والطائفية موجودة بوقتها. فكان مفهوم القومية والأحزاب القومية كان يعني متصدر بشكل كبير. في النزعة القومية إنه نحن عرب ونحن لازم نكون مع العرب وما في فرق بين العرب. طبعا هنا بالمفهوم هم حقيقة ما هم عرب، هذول كلهم مستعربين بشكل كامل. كل الحديث هذا كلام هراء وليس له أي أساس من الصحة. العرب هو عبارة عن لسان، العرب ليس أصل أو قومية. وباعتراف العرب نفسهم كلياتهم، باعتراف العرب نفسهم كلياتهم، فهؤلاء كلهم شعوب مستعربة تتحدث اللغة العربية ونسيت لغتها وأصولها. فلذلك النزعة القومية اللي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية تقريبا، هنا أنا بحكي على منطقة الشرق الأوسط، لأنه النزعة القومية جاءت أساسا قبل الحرب العالمية الأولى، جاءت في عام 1870 إلى عام 1900 اللي كانت تنمو فيها بالأوروبا والعالم كلياته النزعة القومية. والصراعات اللي حصلت كلها كانت حروب قومية، يعني الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحروب اللي ما بينها كلها كانت هي حروب قومية بالأساس، لأنه خرج مفهوم القومية. فالنزعة القومية والفكر القومي وصل تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية للعرب أو المستعربين، وكانت يعني شديدة جدا بالنسبة لهم. فلذلك في أغلب القوميات اللي كانت موجودة واللي استعربت وتتحدث باللغة العربية رفضت المشاريع اللي كانت موجودة وقتها. فبيقول لك أحمد الشارع بكل وضوح ويمهد للشارع السوري إنه أنا بالسويداء ما بقدر أعمل شيء. طيب إذا أنت بالسويداء ما بتقدر تعمل شيء وبده تنفصل السويداء ومعاريف درعا ومع القنيطرة والجنوب السوري بده يروح، ما بدنا نقول انه بشكل مباشر مع اسرائيل، لا، بس راح يكون اسرائيل لها النفوذ والكلمه العليا في المنطقه هذه كلياتها. خلينا نقول كونفدراليه، خلينا نقول دوله مستقله كما يطالب الاخوه الدروز. طبعا سقف المطالب عالي جدا من الاخوه المتظاهرين اللي خرجوا في السويداء، لكن اعتقد انه راح يتحقق بكل سهوله. طيب انت هنا ما بتقدر تسوي شيء، بكره راح يطلع احمد الشرع وراح يقول لك انا بالنسبه لشرق الفرات ايضا ما بقدر أعمل شيء، ويمهد الشارع السوري لنفس ما بيمهد الآن للسويداء. خلونا نرجع نسمع. فكان الدولة حريصة أن لا يكون هذا المشهد، وهذا المشهد احنا صبرنا عليه 7 أشهر، ونعلم حجم التداخلات الموجودة أو النزاعات الموجودة عمرها 150 سنة ما بين البدو والدروز في المنطقة هناك. وسوريا فيها كثير من المشاكل لسنا مجبرين على حلها حلول. سوريا فيها كثير من المشاكل لسنا مجبرين على حلها حلول جذرية. ممكن أن ندير الخلاف، لكن أن نديره ضمن توازن معين، لكن أن ندخل في عملية حل هذا الخلاف ففي مشاكل مستعصية يعني مستحيل يقدر يحلها طبعا، وعميناها مهد الشارع السوري ملزمين في حلها بشكل كامل. يعني ندير هذا الخلاف، ندير هذا الخلاف. أما يحلها ما يقدر يحلها، خلاص انتهى الموضوع. الموضوع خارج إرادته، الموضوع خارج إرادته، يعني ما بيقدر يحل هذا الموضوع. طبعا نفس الأمر على شرق الفرات. وقلت لكم التحالف الدولي أبلغ الأتراك بكل وضوح بأنه أي هجوم على شرق الفرات من أي جهة كانت سيرد التحالف الدولي. فالأتراك انسحبوا إلى الوراء بشكل كبير، لدرجة أنه بدأت تطلع التصريحات التركية بأنه لن نشارك في حروب داخل سوريا أبدا، لكن سنقوم بمساعدة الدولة السورية لوجستيا. يعني ممكن أنه نطلب من الشعب التركي أنه يدعو لهم بالجوامع، وكمان بيشجعوهم يعني من خلف الحدود. غير هيك ما بيقدر يسوي شيء نهائيا الأتراك. وهذا هو الدعم للحكومة، أنه يدعو لهم بالجوامع، يدعو لهم بالصلوات وأكثر من هيك ما بيقدروا يعملوا شيء. طبعا نحن نعرف الأتراك أنه دائما دعائهم ينقلب على اللي بيدعوا له، فبيصير بدل ما يدعوا لهم دعا عليهم، بل أفضل أنه ما يدعوا لهم حتى، لأنه
مجرد أنه يدعوا لهم راح ينقلب عليهم، ورب العالمين ما بيستجيب للأتراك، وهذا أمر تاريخي معروف. فلذلك ما يستطيع أحد الاقتراب من شرق الفرات، لا من قريب ولا من بعيد. والأمر واضح، وحتى قالوها شيوخ عشائر كبيرة أنه أي قبيلة بدها تهجم على شرق الفرات وهاي راح يكون فناء للقبيلة هاي. نعم، هذا الكلام صحيح، لن يستطيع أحد. كانوا يعولون على أنه العرب الموجودين في قسد بأنه هم اللي بينقلبوا على قسد وهاي، لكن العرب الموجودين ضمن قسد وهم الأكثرية حتى على فكرة، هم متمسكين بقسد أكثر من الكرد نفسهم. يعني الكرد بدهم حقوقهم الكردية، وصاروا الآن يعني إحنا بدنا حقوق من الكردية ومناطقنا وكذا وما عندنا مشكلة نهائيا، لكن إخواننا العرب بيضغطوا علينا كثير، بيقول لك ما بيصير تتركونا، وهذا حقيقة ما بيصير تتركونا، وبنكون إحنا كنا بالبداية مع بعض ورح نكمل مع بعض أيضا. وهذا اللي دابح هؤلاء الأبواق اللي بتطلع في كل مكان وتروج إنه في حرب وبدها تقوم وبدها عشاير ومناطق وهبل، كلام كله هبد بهبد، ما تقدر تقاوم نهائيا. واي تحرك من ناحيه شرق الفرات انا بقول لكم اياه بكل وضوح وصراحه سيكون فناء لهؤلاء الموجودين. يعني سعرك انت بكيسه وقذيفه RPG وكلاشنكوف، وعم بيعملوا لك على التيك توك خطط عسكريه شلون نستطيع نشلح وغنائم، ومثل ما كان حرب. انا ضد الحرب صراحه، بقول لكم اياه. أنا واحد من الناس ما بحب الحروب، والحروب يعني بيروح فيها ناس أبرياء كتير، وأتمنى أنه المواضيع تنحل في سوريا بالتفاهم، مرضي لطموحات كل الشعوب اللي موجودة داخل سوريا. ما بيكون يعني جور على طرف من الأطراف. لن يقبل الكرد بأي شكل من الأشكال بأنه يرجع قبل عام 2011، وهذا حقيقة. هذا حقيقة، ما بيقبل الكرد يرجع لقابل عام 2011 بكل الاضطهاد اللي حصل والنظام المجرم اللي احنا صرنا 70 سنة ضده. صح ما كانت عندنا حركات عسكرية لأنه كان صعب جدا، كان نظام قذر بكل شكله بأشكاله، لكن أحزابنا كانت تعمل منذ 70 عام ضد نظام. فنحن بالأساس قبل أن تقوم الثورة السورية نحن في ثورة مع هذا النظام. وشفتوا أنتم مناطقنا اللي تم مصادرة الأراضي كثير، حقوق الناس لازم ترجع لها، وهذا أمر طبيعي، ولازم ترجع الأوضاع ما قبل استلام حزب البعث للحكم في سوريا. أما الادعاء بأنه هاي المناطق بعد ما اجوا هذول واستوطنوا فيها وكذا، وأنه هاي مناطقنا وكذا، هذا ما راح يجر المنطقة إلا إلى حروب طويلة الأمد، وما راح نخلص من المواضيع هاي كلياتها. طبعا كل الناس تعرف الأمور واضحة، اللي إجا من مكان معين وجابوا النظام في وثائق في كذا، وكل الناس لها امتدادات لمناطق أخرى، هذا أمر. أما مسألة أنه نحط السلاح، هذا الكردي بحياته ما بيحط سلاح. الكردي بقول لكم شغلة، بس ممكن يتنازل عن كل شيء، ما بيتنازل عن السلاح، وهذا أمر معروف بالنسبة لنا كلياتنا، وحتى أخواننا العرب اللي موجودين في المنطقة أيضا. هذا خط أحمر، ما حدا، وبعمرنا ما هجمنا على حدا. شوفوا كل الحروب اللي حصلت ما كانت إلا كلياتها دفاعية، احنا هجمنا بس على داعش، وكانت أيضا لأسباب دفاعية، وحقيقة هاي اللي هجم على عفرين مو نحن، وقادرين نهجم ونحارب وكذا وناخذ مناطق كثير، لكن ما بنهجم نحن نهائيا إلا إذا ما شفنا حل نهائيا. وقتها رح نرجع للغة السلاح، وهذا أمر طبيعي. أما أنه بسوريا بالوضع الحالي سوريا ذاهبة للتقسيم لا محالة، بالعقلية اللي موجودة عند إخواننا. هون ما بدي أقول إخواننا لأنه دول ما أنهم إخواننا، كمية الشحن والعداء الطائفي والقومي اللي حاصلة والخطابات الكراهية، يعني ما بقى تطاق نهائيا حقيقة بقول لكم إياه. فبالعكس هاي الخطابات الطائفية وهاي الخطابات القومية اللي بتطلع وجايينكم وبدنا نقص رؤوسكم وبدنا نعمل وعشاير ومشاير وصرماية عتيقة، هذا بده يقسم سوريا،
هذا بده يقسم سوريا، بقول لكم بصراحة. وهذا الخطاب اللي مطلوب. شوف، لو مو هاجمين على السويداء ومو عاملين كل هالحركات وقص الشوارب والكذا وهاي، كان السويداء طالبت مثلا بالاستقلال، لو ما يهجموا على الساحل ويقتلوا الناس بالآلاف ويسبوا نسائهم ويعمل هاي حدة الكراهية، بدها تتدخل روسيا وفرنسا والدول بالساحل وبدها تنقسم. لابد من هاي العمليات اللي بتصير هاي كلها، والشحن الطائفي اللي بيصير كله هذا مدروس على فكرة، حتى يفصلوا الشعوب عن بعضها البعض. وهذا المشروع أنا أطلقت عليه قبل 3 سنوات، البافر ستيت، هي فصل الشعوب والطوائف عن بعضها البعض. بتذكر، بقصد انه تتذكروا هذا الكلام، البافر ستيت حصرا، وقلت لكم هذا المشروع اللي راح يطبقوه على المنطقة. طيب كيف بدهم يفصلوا القوميات والطوائف والشعوب بعضها عن بعض إذا ما صارت فيها مجازر حتى تشير حدة الكراهية ما بين الكل وينفصل الكل عن بعضه؟ وبعتقد انه اغلبيتكم تتذكروا هذا الكلام اللي لعدة محاضرات لفترة طويلة كنت اتحدث عنه. طبعا انا اطلقت هذا الاسم البافر ستيت، واخذته مني قناتين تلفزيونات بعد ما تحدثت، وبالدليل موجود تاريخ الفيديوهات اللي حدثت فيها، وبعدين قناتين تلفزيونات تحدثت عن هذا الموضوع بعد ما تحدثت عنه. لأن البافر ستيت هو قائم في المنطقة كلياتها. الهجوم على السويداء هو بافر ستيت، والهجوم على الساحل هو بافر ستيت، والهجوم وشدة الكراهية مو بالضرورة يكون عسكري حتى على شرق الفرات وعلى الكرد تحديدا هو بافر ستيت، هو فصل الشعوب عن بعضها عن بعض. فمن دون خلق حالة كراهية وعداء كبير مع مكونات الشعب السوري، وأنا بحكي على الشعب السوري لأن البافر ستيت ينطبق على كل الشرق الأوسط، لكن هنا بدنا نتحدث عن سوريا فقط. من دون هاي لا يمكن تطبيق البافر ستيت اللي حكى عنه منذ قليل رئيس المجلس الأمن القومي الأمريكي، وقال خطة كيسنجر. وهي خطة كيسنجر اللي قلت لكم راح أشرح لكم إياه بشكل موسع أكثر. فكلما ازداد حدة الكراهية وخطاب الكراهية هذا يؤدي إلى تقسيم سوريا لا محالة، هذا يؤدي إلى تقسيم سوريا لا محالة. وأنا باعتقادي الشخصي هنا، وليس باعتقاد عواطفي، لا، باعتقادي الشخصي كفكريا، لم يعد هناك شيء اسمه سوريا حقيقة. لم يعد شيء اسمه سوريا، هو تحصيل حاصل. الآن هو الصراع على مناطق النفوذ، وشفنا التحالف الدولي الآن بيتحرك بمناطق، وبلشت الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما تحدثت لكم أنه أول شيء راح يكون الصراع ما بين تركيا وإسرائيل قبل شهور عديدة من الآن، وبعدين يصير صراع ما بين القوى الكبرى، لأن القوى الكبرى متفقة. وطبعا اتفاقية ألاسكا اللي حصلت ما بين بوتين وأوباما لها علاقة بشكل مباشر بسوريا، العلاقة بشكل مباشر بسوريا. الاتفاق ليس على أوكرانيا فقط، نعم الاتفاق هو على أوكرانيا ووقف عمل العمليات الحربية فيها وإيجاد صيغة معينة لأوكرانيا، وأنا شرحت لكم كيف راح يكون الحل في أوكرانيا حسب اعتقادي. مثل ما قلنا لكم سيقوم بتبادل الأراضي، السيطرة على الأقاليم، مناطق بشكل مشترك. القرم راح يروح، حكينا عنه من زمان، وراح ينعكس هذا على الداخل السوري بشكل كبير، لأنه راح يكون في تفاهم أمريكي وروسي على سوريا. مثل ما احنا قلنا لكم الساحل راح تديروا روسيا، وحاولت إسرائيل إدخال روسيا أيضا على الجنوب السوري، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي من رفضت وقالت لا، أنا اللي بدي أشرف على الجنوب السوري خصوصا السويداء، طبعا بالتعاون مع إسرائيل. ليش؟ أحذركم ليش الولايات المتحدة الأمريكية رفضت طلب إسرائيل بأن روسيا هي اللي تدخل على الجنوب السوري، وقالت لا، أنا لازم أكون. من أجل معبر داود. الولايات المتحدة الأمريكية بدها تسيطر على المعابر الاقتصادية، لن تسمح لروسيا بالتنافس طبعا هنا، أنه هي تكون لها دور في المعابر الاقتصادية اللي راح تنفتح، لأنه هذا المعبر الاقتصادي راح يجي من العراق وإيران مستقبلا، بده يدخل لشرق الفرات، ومن شرق الفرات إلى الموانئ الإسرائيلية. العراق
باعتبار جبنا سيرة العراق نتحدث قليلا عن العراق. طبعا بدي أذكركم بشيء مهم جدا. قبل ما أذكركم، طبعا احنا سمعانين بالأخبار الولايات المتحدة الأمريكية عم تنسحب من العراق، صح ولا لا؟ وجابت قوافلها وقاعدة عين الأسد تقريبا كلياتها على شرق الفرات، ودخلت إلى شرق الفرات وبنت قواعد جديدة ووسعت القواعد هاي كلياتها. طيب هنا بدنا نتذكر أمر هام للغاية. بدي أرجعكم للعام 2011 عندما استلم أوباما الحكم، وكان أحد أهم المسائل اللي طرحها في حملته الانتخابية هي الانسحاب من العراق وقتها. وتقريبا في شهر 11 أوباما أعلن انسحابه من العراق، وقدم على أساس أنه بدهم يقدموا دعم أمني للحكومة العراقية، وانسحب فعلا، صح ولا لا؟ وإجت القاعدة قواعد وبقت في كردستان العراق فقط. بعدها ب3 سنوات طلع داعش، ورجعت الولايات المتحدة الأمريكية دخلت العراق وبتحالف دولي لمحاربة داعش. طيب شو بده يصير مرة ثانية؟ شو بده يصير؟ العملية كلياتها بكل وضوح بقول لكم هي انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية لإخلاء المنطقة وحماية قواتها، لأنه بده يدخلوا جماعة التكفيرين اللي موجودين في سوريا من جديد إلى العراق. طيب هل هذا راح يحتاج إلى وقت طويل؟ ممكن يكون سنة سنتين، لكن مو أطول من هيك. طبعا مشروع ضرب العراق الآن ومشروع ضرب الحشد الشعبي إسرائيل وقفته. ليش؟ مين بيعرف ليش؟ ليش إسرائيل وقفت ضرب الحشد الشعبي في العراق؟ مشان غزة؟ لا، مشان تركيا. ما بدها تركيا تكون هي المسيطرة على العراق، وبدها تدخل القيقان السود إلى العراق مشان تقطع طريق التنمية اللي تركيا تحلم فيه وتنهي هذا المشروع بشكل نهائي. وراح تكون من بدل ما إسرائيل وأمريكا تضرب الحشد الشعبي ضمن العراق، راح يكون بالوكالة ما بين القيقان السود ورايات الحمر. انت بتعرف الرايات الحمر تبع مين؟ تبعت يا حسين. الرايات الحمر اللي مكتوب عليها يا حسين جماعة الحشد الشعبي، والرايات السود بتعرفوا مين هدول. وراح يصير حرب استنزاف داخل العراق فترة طويلة. بعدين كالعادة الولايات المتحدة الأمريكية بدها تدخل وبتقول للكل كش ملك كش ملك. تنتهي هذا العملية. طبعا مثل ما قلنا لكم راح يضغطوا على الأتراك بشكل كبير جدا، خصوصا الاتفاقية اللي راح تحصل في أوكرانيا. الاتفاقية اللي راح تحصل في أوكرانيا أكبر الخاسرين منها هي تركيا. الاتفاقية اللي راح تحصل في أوكرانيا أكبر الخاسرين فيها راح يكون تركيا، لأنه أكثر المستفيدين من الحرب الأوكرانية الروسية كانوا الأتراك. أكثر المستفيدين منها كانوا الأتراك. يعني الروس ما كانوا قادرين يزعلوا الأتراك ويتنازلوا بشغلات كتير ويسكتوا عليها بسبب الحرب الأوكرانية اللي موجودة عندهم. ونفس الشيء الأمريكان ما كان بدهم أيضا يزعلوا الأتراك بشكل كبير ويبعدوها كتير كتير وتروح على الروس. فالأتراك كانوا مستفيدين من هذا الموضوع. وطبعا لما حصل النزاع على ناغورني كاراباخ ما بين أذربيجان وأرمينيا، وأرمينيا هي أكبر دولة حليفة لروسيا وحليفة تاريخيا لروسيا، اضطرت روسيا بالتنازل عن حليفها وعلى مضض مقابل ما تخسر الأتراك في مسألة أوكرانيا، وهي وتصير ضدها. اللي بينظر إلى البحر الأسود هو بحر مغلق، والسفن الروسية غير قادرة بالتحرك في البحر الأسود بحرية والخروج إلى البحر المتوسط إلا عن طريق مضيق البوسفور. طبعا هذا مضيق دولي مثل ما قلنا لكم. تركيا لا تفرض ضرائب على السفن الداخلة والخارجة منه، وهو ممنوع، لكن هي ضمن السيادة التركية.
فإغلاقه يعني خنق روسيا في حال حصول أي خلاف. وبالحرب الأوكرانية اللي موجودة بالنسبة للروس لا يستطيع الروس فتح جبهات عديدة، لا يستطيع الروس فتح جبهات عديدة جدا. طيب هل من مصلحة الروس أن الأمريكان وقعوا اتفاقية ما بين أذربيجان وأرمينيا وتقبل أرمينيا أنه يمتد أنابيب الغاز من أراضيها إلى تركيا؟ هل هذا يضر الروس أم يفيدهم؟ والروس تطمح أنه ترجع نورد ستريم 1 و2 بعد الاتفاقات. هذا ما سنتحدث به خلال الفترة القادمة بشكل أعمق.